بيان إلى الرأي العام. اجتمعت مكاتب المرأة في الأحزاب السياسية بناحية تربسبيل بتاريخ 12 كانون الأول 2019 لتقييم الوضع السياسي ومجمل المستجدات والتطورات الميدانية بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي بمساعدة المسلحين والمتطرفين التابعين له ضد قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سريكانية وغريسبي. ونحن كقوى سياسية ممثلة لإرادة المرأة الحرة في ناحية تربسبيل نعلن وبأشد العبارات إدانة واستنكار هذا العدوان واعتباره احتلالا للأراضي السورية واعتداء على سيادتها وانتهاكا صافيا للقانون الدولي وتهديدا واضحا لكل التوازنات الدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب في سوريا، حيث استهدف هذا العدوان بشكل مباشر ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من أمن واستقرار، واستهدف بشكل متعمد السجون التي تضم معتقلي داعش الخطيرين والمخيمات التي تحوي عائلاتهم، وقاموا بتوثيق تحريرهم لعوائل داعش عبر مقاطع فيديو قاموا ببثها، الأمر الذي تشكل تهديدا عميقا للمنطقة وللسلم والأمن الدوليين. كما شكل هذا الاحتلال انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، حيث ارتكب جيش الاحتلال التركي والمسلحين التابعين له خلال هذه العملية مجازر دموية بحق المدنيين، راح المئات بين شهيد وجريح، جلهم مدنيين من الأطفال والنساء، ونفذوا إعدامات ميدانية بحق المدنيين والنشطاء السياسيين، حيث استشهدت نتيجة هذه الإعدامات السيدة هدريم خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، كما استهدف القصف المدفعي والجوي التركي المشافي والمدارس والأفران ومحطات المياه والكهرباء، وذلك بغية لتدمير وتخريب البنية التحتية وإجبار قاطني هذه المدينتين على النزوح والهجرة قسرا، وذلك ليتسنى الاحتلال التركي ومرتزقتها تنفيذ مخططاتها من تغيير التركيبة السكانية والديمغرافية لإسكان عوائل مسلحي داعش والنصرة ومرتزقة الإيغور. كما أن الاحتلال التركي ومرتزقتها لم يكتفوا عند هذا الحد، لكنهم استهدفوا الطواقم الطبية والقوافل الإنسانية المدنية والصحفيين، حيث استشهد عدد من المدنيين والصحفيين. هذا وقد قامت منظمة العفو الدولية بتطبيق عدد كبير من هذه الجرائم في تقريرها المؤرخ في 18 أكتوبر، إضافة إلى شهادات لأطباء حول حروب غير معروفة تعرض لها المدنيين، يشتبه بأنها ناتجة عن استخدام أسلحة محرمة دوليا. كل هذه الوحشية أدت إلى نزوح ما يزيد عن 300,000 مدني من قراهم ومدنهم، حيث لن يؤمن المواطنون على حياتهم وأطفالهم في ظل سيطرة الجيش التركي والمتطرفين التابعين له. وفي آخر جرائم الدولة التركية كانت جريمة قتل الأطفال في تل رفعت، فهي التي يتمتهم وهجرتهم من ديارهم ليقيموا في المخيمات منذ سنتين ليعيشوا الأمرين في مهجرهم، وهي تلاحقهم بالقصف والقتل حتى في مناخهم. وهذا ما تفعله في الجزيرة السورية أيضا، فمنهم من نزحوا من كل أنحاء سوريا إلى الجزيرة بما فيهم من عفرين هربا من ممارسات الفاشية التركية ومرتزقاتها الانكشاريين، ويضطرون إلى الهجرة مرة ثانية وثالثة من مهاجرهم. إننا في مكتب المرأة التابع للأحزاب السياسية في ناحية تربسبيل نؤكد أن الاحتلال التركي يسبب بكارثة إنسانية حقيقية، وزاد من تعقيد المشهد السياسي وزيادة في تعقيد المشهد السياسي، وعرقلت الجهود المبذولة للتواصل لحل الأزمة السورية. وأن المجاميع المسلحة التي تعتمد عليها تركيا أكدت خلال خطاباتها المرافقة لهذه العملية إنها لا تحمل سوى الفكر الداعشي الإرهابي بشكل واضح وصريح عبر استهدافها الوحدة الوطنية وخلق فتنة عرقية وطائفية بين مكونات المنطقة. وإن هذا الخطاب المدمر غريب على سوريا والسوريين، مما يؤكد على وجود مخططات تهدف لإبادة ممنهجة تستهدف كافة مكونات وأديان وشعوب شمال شرق سوريا. وانطلاقا من دورنا كأحزاب سياسية وخاصة المرأة المناضلة، ندعو الشعب السوري بكافة مكوناته وأديانه للصمود في وجه هذه المخططات حتى إفشالها. ونرى بأن هذه المرحلة المصيرية تستحق من الجميع وقفة جادة ومسؤولة تجاه بلدنا وشعبنا. كما أننا نطالب الدولة
السورية القيام بواجبها السيادي تجاه الاحتلال وتهديد الأراضي السورية وحماية الحدود الدولية من قبل الجيش السوري وفق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها برعاية من دولة روسيا الاتحادية. وفي الوقت الذي نؤكد فيه على دعم المقاومة البطولية لقوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال الجيش التركي، فإننا ندعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والقيام بمسؤولياتها في مراقبة وقف إطلاق النار في المناطق التي تعرضت للاحتلال ومنع تفاقم المشهد والتي لم يلتزم بها الاحتلال التركي ومرتزقتها حتى لحظة كتابة هذا البيان.